واحد حكيم قال زمان الرحلة العظيمة فعلا بتبدأ وتنتهي على قضبان القطر، بس واضح ان في شوية قطارات مش قادرة حتى تفضل على القضبان اصلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. ده أسوأ مكان ممكن يستنوا القطر فيه. واضح ان قطر الشحن ده واحد من الإطارات اللي بينقل النار للناس. الراجل ده آخر مرة هيشوف فيها المقطورة بتاعته. في السوق ده لازم تشتري طلباتك بسرعة قبل ما القطر يخطفك. السواق ده خد أغبى ملف في حياته. بصراحة مفيش أسوأ من كده. من الضروري انك لازم تقف عند المزلقان. لا وكمان يكون معاك قناع غاز. بيقولوا ان سواق القطر ده لسه مخضوض لحد دلوقتي. لو قطر البضايع عطل وهو محمل، الخبر بينتشر أسرع من الإنترنت نفسه. القطر ده مولع والدخان طالع منه، والعمال اللي في المحطة نازلين تكسير في الشبابيك وعايزين يمنعوا المصيبة قبل ما تحصل، والحمد لله ربنا ستر. مين الغلطان محدش عارف، بس العامل اللي نزل على الأرض ده اختفى في ثانية. في الهند حرامية الموبايلات مفيش في قاموسهم كلمة خوف ولا رعب. في ناس لما بتوصل لسن معين خلاص كده الموت بالنسبة لهم حاجة عادية. اللي بيقول ان القطارات بتلوث البيئة يبقى جدع لو جاب دليل غير كده. لما قطرين يقابلوا بعض النتيجة بتكون مش لطيفة خالص. لا تبكي على اللبن المسكوب إلا لو اللبن كان في عربية عطلانة على المزلقان. هي دي قطارات صغيرة ولا أنا اللي كبرت فجأة؟ لما بوابة المزلقان تكون بايظة ممكن تحصل كوارث، بس الحمد لله ربنا سترها. ساعات كده تحس انك عايز تركب قطر من غير اي سبب واضح.
شكل القضبان دي فيها مشكلة، ومشكلة كبيرة قوي كمان. يا ترى مين اللي بيطفي الحرايق اللي في سكك المترو؟ اكيد الناس دي، واكيد فاهمين شغلهم كويس قوي. بيتهيالي ان ده ميعاد الغدا بتاع السواق. مبدئيا انا مش مهندس قطارات، بس في حاجة هنا مش راكبة خالص. بصراحة كده ومن الآخر المنظر ما يطمنش. القطر ده اتحول لأكبر جرافة تلج في العالم. تحس إن البجعة بتقول لهم محدش هيعدي من هنا النهاردة. القطر قال للوري تعال نروح أنا وأنت مشوار مع بعض. كل سواق قطر لازم يكون معاه بنطلون احتياطي للمواقف اللي زي دي. شكل سواق القطر ده متعود على المصايب اللي زي دي وبيتعامل معاها كل يوم عادي جدا. ودلوقتي عندنا عرض خاص، عربيتين بخبطة واحدة. دلوقتي رحلة القطر بقت عبارة عن رحلة مائية. الراجل ده من كتر حبه في القطارات عمل عربيته على شكل قطر. في الصين مفيش هناك مصطلح الحمولة كاملة وفوق طاقة القطر، وكل الناس لازم تركب وتحس انهم عادي جدا ومكملين وهم مبسوطين. الراجل ده يا سكران يا مجنون، او احتمال كبير الاتنين مع بعض. قول لي رأيك في الكومنتات، ايه الاحتمال الأقرب؟ المتسابقين دول عندهم يموتوا حرفيا وما يخسروش السباق. في بنسلفانيا القطر خرج عن القضبان في مشهد صعب جدا. والحمد لله ما كانش فيه اي خسارة في الارواح. الناس دي مستنية بقالها 10 دقايق، وفي النهاية دول اللي كانوا معديين. الناس هنا مستغلية الشارع احسن استغلال، وكل انواع المواصلات شغالة فيه في نفس الوقت. لو المية عليت اكتر من كده سواقين القطر هيحتاجوا مايوهات رسميا. بصراحة القطر ده عاملين له دخلة ولا دخلات الالتراس في ماتش القمة. دي سكة حديد في موسكو، واحسن حاجة تعملها انك تبعد عنها نهائي. ده فعلا احلى سبب يخلي القطر يقف. بصراحة كده الراجل ده محتاج حد في القطر اللي جاي يرميله الزبالة اللي رماها دي في وشه مرة تانية. انا مش عايزكم تقلقوا، لان الكوبري ده بيتعمل له فحوصات امان شهرية وبصورة منتظمة، عشان كده تلاقيه لسه مكمل.
رحلة القطر دي تحسها طالعة من فيلم رعب. انت يا عم الحاج رايح فين؟ استنى خدنا معاك. القطر ده كان شايل ريشة بتاعة توربين رياح، واخر حاجة كانت ناقصة السواق ان المصيبة دي تحصل. الناس اللي بتشتكي من زحمة المواصلات، انتوا محتاجين تروحوا مومباي في الهند. سواق القطر ده رخم اخر حاجة. لقطة زي دي هتخليك تؤمن فعلا ان في ابطال خارقين عايشين وسطنا. بصراحة انا ما شفتش برود بالشكل ده. عشان يفتشوا على التذاكر في القطر ده محتاجين جيش بمدرعاته. حوادث زي دي ممكن تحصل ازاي؟ ده يا اما اجرأ سواق في العالم يا اما اكتر واحد خربان، او ممكن يكون الاتنين سوا. هو القطر ده هيخلص امتى؟ باين عليه كده مكمل للأبد. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.